المصيف واللمة وحصيرة الصيف الواسعة. يا ترى مصيف زمان ولا مصيف دلوقتي؟ مصيفنا زمان كان اسكندرية، وقبلنا كان في راس البر وكان في بلطيم، وكان الفكرة انك انت بتهرب من حرارة الصيف الشديدة وتروح على اماكن الجو فيها يكون لطيف، ممكن تكون ساحلية، ممكن تكون زراعية، وتستمتع بوقتك وتستمتع باللمة وتستمتع بهواياتك، والترفيه بيكون هناك في اجمل صور. يمكن هنروح على راس البر كمصيف عريق زمان، وكان في يمكن القرن ال19 بيقصدوا المصريين، لسه ما كانش مأهول بالسكان يعني. راس البر هي منطقة فيها التقاء نهر النيل فرع دمياط بالبحر المتوسط، فبالتالي هي كده فيها نيل وفيها بحر. المصريين زمان كانوا بيقصدوها بالمراكب عن طريق النيل، وبيروحوا يقضوا اليوم هناك ويستمتعوا بالمية ويرجعوا تاني. ما كانش لسه يعني في أماكن مقامة فيها. مع الوقت ظهرت فكرة العشش. العشش هي وحدات سكنية صغيرة كده زي الشاليهات، كانت بتتعمل على البحر في الفترة بتاعة الصيف، يعني زي سيزون الصيف كانت بتتعمل بشكل مؤقت. يعملوا هذه الوحدات من البوص والغاب ومن الخشب، تتأجر للعائلات في فترة الصيف، وبعد ما بتخلص هذه الفترة أو السيزون ده بيلموها تاني وتتشال وتبتدي تنصب تاني في الصيف اللي بعده وهكذا. كانت بتتعمل من الحوائط بتاعتها من نبات البردي ومن البوص، وكان بيتعمل ايضا الارضيات والاسقف من الخشب، واحيانا كانت بتستخدم برضو يعني الواح الخشب دي اللي هي كانوا بيقولوا عليها فيلاري وقتها نسبه للشركه اللي كانت بتعملها، كانوا بيستخدموها ايضا احيانا في الحوائط. وفكره ان البوص ووراء البردي كان بيبقى من الداخل، فالهواء وهو داخل كان بيفقد الرطوبه بتاعته عند هذه يعني الخامات المساميه ويدخل جاف، فكان ده يعني يعتبر ان هو ملطف جدا للجو بالنسبه للناس اللي قاعده هناك. الاضاءات كانت بتبقى قديما عن طريق لمض الجاز والكلوبات بتاعه الكيروسين، وده كان بيخلي يعني في خطر انه ممكن يحصل نوع من الحرائق، وده اللي خلاهم مع الوقت يبتدوا ان هم يعملوا الاماكن بتاعه المطابخ والحمامات يعني يدهنوا هذه الخامات بالجبس علشان مقاومه الحريق في ذلك المكان. وكان طبعا يعني كده العيله بتيجي تأجر، وتيجي المره اللي بعدها ممكن تلاقي الشاليه اللي كانت فيه خلاص مبقاش موجود خالص، والشاليهات اتعملت بنظام تاني خالص. فابتدوا مع الوقت العائلات تطلب ان هي يعني عايزه الشاليهات بتاعتها بشكل مستمر، ومن هنا ابتدوا ان هم يعملوا المطابخ والحمامات ثابته، ويبتدوا ان هم يعملوا لها نظام للصرف عن طريق كده بيارات، وان هم بس بيقيموا الجزء بقى اللي هو من البوص والخشب ده في وقت الصيف، ويرجعوا ان هم يشيلوها تاني. هذه الوحدات كانت بتبقى مرفوعه عن الارض بحوالي 1.5 متر، ويمكن هنلاقي ده دايما في الاماكن اللي هي قريبه من الميه.